بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. طبعا انتوا النهارده كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده احنا هنعمل ايه؟ هنعمل الفسيخ. فانا طبعا ما رضيتش اطول عليكم، هقول لكم احنا عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهارده جبنا انا جبت دولك حوالي اربع سمكات. هم اللهم صل على النبي 2 كيلو ونص، 4 سمكات، على اساس ان البوري او الفسيخ بمعنى اصح كل ما تكون السمكه كبيره بيبقى فيها لحمه تبقاش ناشفه. فانا جبته غسلته وغسلت السمكه كده زي ما هي كده من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. غسلتها كده زي ما هي من فوق، وبعدين نضفت النخاشيش كويس قوي، حشيت فيها مناديل عشان تسحب اي دم فيها اهو زي ما انتم شايفين كده. لان طبعا احنا لو سيبنا الدم فيها ده اللي بيعمل ريحه، بمعنى اصح مش عايزه اقول لكم ريحه وحشه في الفسيخ بالذات وهو بيتخلل. فانا اهو مسحته كويس وغسلت، يعني شطفته كده، شطفت السمكه كده ونضفت النخاشيش وحشيته وسبته تقريبا حوالي 4 ساعات، وانا حاطه راسه لتحت وحشيه مناديل. عملت كله كده يا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ما بياخدش وقت. اهم حاجه ان انتوا تجيبوا السمكه البوري اللي هي مش اللي يكون ظهرها كده، بصوا شايفين كده ظهرها من هنا رسم مراعي ده، يعني حوالي تقريبا 4 قراريط، ما تكونش رفيعه. الرفيعه دي ما بتبقاش البوري الحلو. هنشيل بقى المناديل اللي انا حطاها، وبرده لو في اي دم تاني ولا اي حاجه تاني بنمسحه. يا رب يصلح لنا. بصوا يا حبايبي بقى الاول هنا انا معايا حوالي كده 1.5 كوباية ملح خشن. الملح الخشن ما بيحدقش قوي، وفي نفس الوقت بيساعد على التخليل حلو وبيحافظ على الحاجه، غير الملح الناعم. الملح الناعم بيخلي الحاجه حادقه، فاحنا مش عايزينه يبقى حادق، عايزينه يبقى دلع ومستوي وحلو. فالاول جبت انا هنا حوالي 1.5 كوباية ملح خشن، وحطيت عليه زي ما شايفين كده 2 شطه كبار هرميين كده. الشطه بتحافظ عليه. انا هزود كمان، هيبقوا كده حوالي 2.5 معلقة. سامحوني معلش، شالت الشطه حاميه اصلا. هنبدا برضو تاني يا حبايبي كده ننضف لو في اي اثار دم. احنا مش عايزين اي اثار دم فيه تاني خالص. ننضفه كده خالص من الدم اللي فيه، وما يكونش فيه ميه خالص. مش عايزين فيه خالص اي اثار للدم. طالما احنا بنشيل منه ريحه اثار الدم وننشفه حلو، السمكه تتخلل وما تعملش ريحه في الشقه خالص. كده يا حبايبي نشفنا منه تاني. لو في اي نقطه ميه ولا اثار للدم او اي حاجه، هنبدا بقى. جبنا الاول شنطه واسعه. اهم حاجه يا حبايبي الشنطه ما يكونش فيها اي سكوب من تحت او تكون متقطعه ولا حاجه، عشان ان احنا عايزين نحتفظ بالميه بتاعته. ان الميه بتاعته هي اللي ما بتخليش الفسيخه بمعنى اصح تنشف. فاحنا هنبدا بقى نحشي النخاشيش كويس قوي. اظبطوها على قد ما تقدروا، ما بياخدش وقت خالص على فكره. بس اهم حاجه ان انتوا تكونوا جايبين السمكه اللي هي الجامده، تكون عينيها بتلمع، وتكون اللي هي من ورا الراس بتاعها عريضه، يعني بتبقى تقريبا الظهر بتاعها في حدود 4 قراريط. الاول هنفرش بقى كمان هنا شويه ملح كده في قلب ارضيه الشنطه زي ما انتم شايفين كده اهو. كده احنا عملنا هنا كده اول سمكه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده واحده. دي التانية بقى.
برضو هنحشيها كده اهي. يا رب استحمى بين ايدينا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. واصلح لنا واصلح للمسلمين جميعا. شايفين كده يا حبايبي؟ بقى بنحط السمكه الثانيه العكس، يعني احنا حطينا دي الراس كده، الراس اهي كده زي ما شايفينها كده اهو اهو. مش عارفه الكاميرا مبينه ولا لا اهي. الراس كده هنحط الثانيه الراس الناحيه الثانيه كده، يعني واحده عكس واحده. هنبدا بقى نرش على دول اول اتنين الملح اللي هو احنا عملناه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرش عليهم برضو الباقي. معلش سامحوني لان انا ما بستحملش ريحه الشطه. بلاقينا كده على الباقي. يا حبايبي اهو كده زي ما انتم شايفين كده اهو. عشان الكاميرا مبينه اهو. بصوا عملناها كده بالشطه والملح. نبدا بقى نقفل. طبعا بصوا بقى مش عايزه اقول لكم هتجمعوا كل الشنط اللي عندكم. هنبدا الاول ايه نقفل قفله كويسه ونطلع منه الهواء خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم يا حبايبي مش عايزين اي شنطه تكون مقطوعه عشان الميه بتاعتها ما تروحش بره. بصوا يا حبايبي انا كده لفيته في حوالي يمكن 7 أو 8 شنط. هبدا بقى الف عليه سولوتيب. والمفروض ان هو احنا هنسيبه لمده 15 يوم، لان طبعا في الشتاء غير الشتاء غير الصيف. هنسيبه لمده 15 يوم وكل يوم نقلبه على جنب. يعني النهارده مثلا احنا حاطينه النهارده على الجنب ده، ثاني يوم نقلبه على الجنب كده. وخلي بالكم انتوا بتحطوه في الشنط ما يكونش فيه هوا خالص. هبدا نلف عليه السولوتيب. لو عندي طبعا ستريتش هيكون احسن، بس انا عشان ما اعملش ستريتش. احنا كده لفيناه زي ما شايفين كده يا حبايبي. المفروض بقى ان انا هحطه في شنطه سودا عشان هو المفروض يتحط في مكان ضلمه لمده 15 يوم زي ما قلت لكم كده. النهارده احنا حاطينه كده، بكره هنقلبه على الجنب التاني لمده اسبوعين. بعد الاسبوعين هنفتح عليه وان شاء الله نقول. المهم اهم حاجه يا حبايبي لو وصلنا لغايه هنا ما تنسوناش بقى في الشير واللايك وعلامه الاشتراك. طبعا عندي شنطه سودا كبيره، المهم ان انا ده يعني حاجه ضلمه بس. برضه عليه حته سولوتيب كده من بره نمسكه. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه هحاول اشوف برضه ان شاء الله كده شنطه ثانيه سمراء احط كده. خلاص يا حبايبي
كده اهو. هنحطه بقى هنا كده لمده اسبوعين زي ما قلت لكم. النهارده على الجنب ده، بكره على الجنب ده. كل يوم لازم نقلبه عشان الميه ما تبقاش في ناحيه ناشفه وناحيه ما فيهاش ميه، لمده اسبوعين. وبعد الاسبوعين مش عايزه اقول لكم نفتحه بيطلع زي الزبده. والملح زي ما قلت لكم الملح الخشن بيبقى احسن من الملح الناعم. الملح الخشن بيسوي الحاجه وبيحافظ عليها، الملح الناعم بيحدق، والشطه بتحافظ عليه من البكتيريا. واهم حاجه ان سمكه البوري تكون ظهرها عند الراس تكون في حدود 4 من ظهر من ورا، ما تكونش السمكه الثانيه مش عارفه اسمها ايه، بتبقى دي ما بتبقاش فيها لحم، ما بتبقاش كويسه، بتبقى كلها شوك. دي اللي هي بتبقى السمكه البوري اللي هي البلدي. خلاص فزي ما قلت لكم كده ان شاء الله اهو احنا عملنا كده ان شاء الله. مش عايزه اقول لكم انا مش اول مره اعمله، بيطلع زي الفل. هسيبه بقى ان شاء الله في مكان ضلمه، وبعد الاسبوعين هنفتحه واقول لكم. ما تنسوناش بقى يا حبايبي في الشير واللايك وعلامه الاشتراك.